حرف الاو بس لو ظبطته هيفرق معاك ما لا يقل عن 40% في الامريكان اكسنت، هيفرق معاك في نطق الانجليش بتاعك قوي. تخيل كده حرف واحد ليك كل الحاجات اللي بقول لك عليها دلوقتي. تعال نبدل كده، ان حرف الاو لما يجي في كلمه في الاخر نبدله، بدل ما هو مثلا بنقول جو تبقى جو go. I don't want to go. No. I don't wanna go. I don't wanna go. Go. حد مثلا كلمة زي so. بص so. حد يقول لك حاجة فأنت عايز تقول له so أعمل إيه يعني؟ so. حد يقول لك حاجة no. ما تقولوش no. no. جت معاك حرف الأو في أول الكلمة نفس الكلام، قول لي sound. ما تقوليش sound. ما تقوليش ox. I saw a big ox. تاني كلمة زي on. قول بقى، خليك دلوعك كده، هدلعك انا او ادلعك الانجليش. تعالى بس on. طب بص of اللي هي of. طب off دي off. المهم sound. طب لقينا الاو ما بين تو كونسونانتس، يعني ما بين اتنين سواكن. بص بدل ما تقول لي مثلا fox. There is a big fox. Box. Where is the box? فين الصندوق؟ box. fox. box. socks. شراب. socks. ما قلتش socks. got. ما قلتش got. not. ما قلتش not. طب لقيت الاو بعدها كونسوننت ساكن وبعدين حرف الاي، اوبا. بص روب حبل. طيب عندي كلمه مثلا زي phone. zone. home. ما قلتش home. منزل. I wanna go home. I don't wanna go home. مش عايز اروح البيت. home. طب لقيت حرف التي مع او او السي مع او في اول الكلمه، حلو، بس لازم الكلمه دي تكون مكونه من اكتر من سيلابل، يعني من اكتر من مقطع صوت. يعني كلمه تون تنفع؟ لا، دي 1 سيلابل. كلمه كم تنفع؟ لا، دي 1 سيلابل. طب امال today، بص الاو تبقى عامله ازاي؟ today يا ولا today. tonight. يلا together. بص computer. connection. لا connection. control. اوعى control. بس طب لو لقيت الاو ان في اخر الكلمه هتقول لي ليمون، هجيبك اسمها lemon. fashion.